يوم 10 ديسمبر بيوافق ميلاد نجم وفنان كبير، نقدر نقول عليه انه نجم سينما اكتر مننا نقول عليه انه نجم تلفزيون. وده لانه فضل وقت كبير من حياته بيقدم افلام بس، او افلام اكتر من الدراما. وقف فترة طويلة انه يقدم دراما لدرجة ان الناس قالت عليه انه اعتزل الدراما او قرر انه ما يشتغلش دراما تاني ويركز في السينما. ولكن ما كانتش دي الحكاية، وده اللي هنعرفه قدام. ولكن لانه بيحب السينما وبيحب الوقوف قدام كاميرا السينما وبيحب تجربة الساعة ونص، قرر ان هو هيعمل اللي بيحبه واللي بيلاقي نفسه فيه. وعشان كده قرر ان هو يقدم اعمال سينمائية. وعلى الرغم من كده انه لما قدم مسلسلات تلفزيونية قدم لنا ادوار قوية وناجحة جدا اثرت في الناس وتعلقوا بيها. ماجد الكدواني هو النجم والفنان اللي هنتكلم عنه النهاردة، وعن مسيرته وعن محطات مهمة في حياته، وكانت سبب انها تبرز لنا موهبته وتخلينا نقول انه عندنا جوكر اسمه ماجد الكدواني. خليكم معايا النهاردة في سيلفر توكس وحلقة جديدة عن ماجد الكدواني. هتتفاجئ لما تعرف ان ماجد الكدواني دراسته الاساسيه ما كانتش معهد فنون مسرحيه، ولكن كانت فنون جميله وقسم ديكور مسرحي. واللي خلاه يتعلق ويحب المسرح ويحب السينما ويحب الفن بشكل عام هو ان كان دايما بيشارك في اعداد ديكور مسرحيات داخل الكليه. وهنا كانت البدايه، لانه اتعلق بكل اللي ليه علاقه بالعمل المسرحي وبالديكور والاضاءه. كان دايما بيقعد في المسرح بالساعات يتفرج على البروفات، وفي كل يوم كان بيزيد تعلقه اكتر وحبه للمسرح، لحد ما التحق بفريق التمثيل في الكلية وبقى دايما بيشارك في كل الأعمال المسرحية اللي قدمتها الكلية. بعد ما اتخرج من فنون جميلة قسم ديكور مسرحي، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية سنة 90، واتخرج منه سنة 94 عشان يبتدي مسيرته الفنية في مسرحيات وأفلام ومسلسلات مختلفة. وعلى قد حب ماجد الكدواني للسينما وانه لقى نفسه فيها بعدين، الا ان بدايته كانت من خلال التلفزيون والمسرح في مسلسلات زي سر الارض وارابيسك والحفار ونحن لا نزرع الشوك، ومسرحيات زي مسرحية 727 مع الفنان محمود عبد العزيز، ودي اللي كان رشحه فيها الفنان كرم مطوع، زي ما رشحه المسلسل ارابيسك الجزء الاول سنة 94. والعملين دول هما اللي كانوا بالنسبة له انطلاقته الفنية، لأنه بدأ من خلالهم رحلته في عالم الفن وإنه يكون الممثل ماجد الكدواني. ما تيجي نشوف. وزي ما اتكلمنا عن أول أدواره في التلفزيون والمسرح، لازم كمان نتكلم عن أول أدواره في السينما، وهو دور حلزونة اللي قدمه في فيلم عفاريت الأسفلت سنة 96، وده أول فيلم سينما يقدمه. الفيلم ده اللي النجم ماجد الكدواني حكى عنه واتكلم انه رغم من انه هو كانت اول تجاربه في التمثيل في السينما وانها كانت المفروض تكون بداية مشرقة وبداية حلوة جدا، لكن كان في ايام صعبة في كوارثها، لانه كان تصوير الفيلم ده بعد وفاة والده بيومين، وده اللي خلى انه يكون حاسس بالوحدة ايام التصوير. ده غير كمان انه في الايام دي كان في مشاهد صعبة جدا زي المشاهد اللي محمود حميدة كان بيضربه فيها، وده اللي خلاه انه هو يصعب على الجمهور ويتعاطفوا معاه، كمان لطبيعة الدور انه هو كان بيقدم دور معاق ذهنيا. قدم في الألفينات وشارك في أفلام كتير مختلفة وحلوة جدا، كلها كانت واخدة الطابع الكوميدي زي صعيدي رايح جاي وحرامية في تايلاند وحرامية في KG2 وعسكر في المعسكر وشباب تيكاوي، لحد ما وصلنا لسنة 2005، ودي السنة المختلفة جدا واللي كانت فارقة في تاريخه. اسكت بقى عشان اقول لك، لأنها السنة اللي قرر انه يجرب فيها ويخوض تجربة البطولة المطلقة، وانه يشيل فيلم باسمه، وهو فيلم جاي في السريع، واللي كانت بتشاركه البطولة النسائية فيه النجمة ريهام عبد الغفور. ولكن كان متصور او كان منتظر نجاح كبير، لكن للأسف الفيلم منجحش النجاح اللي هو كان بيتمناه او مستنيه. عشان كده قرر انه يتراجع عن فكرة البطولة ويقدم نفسه بشكل مختلف، شكل البطل التاني، ويختار اختيارات ذكية جدا زي فيلم الرهينة اللي قدمه سنة 2006 مع النجم أحمد عز، وقدم فيه شخصية كلاوي الشخصية الشهيرة اللي كلنا عارفينها، وكمان فيلم العيال هربت، فيلم شيكامارا مع مي عز الدين. أنا عايزك تروق كده وتهدى وما تعرفناش معاك، لأن احنا أساسا قرفانين ومخنوقين. عشان بعدها تيجي السنة اللي أثرت في تاريخه وأثرت في اختياراته بعدها، وهي سنة 2008 و2009، السنتين اللي بعد أعمالهم وبعد اختياراته فيهم قرر إنه مش هيعمل حاجة غير وهو مستمتع بيها، غير وهو حبيبها، عشان يحسها فالطاقة بتاعتها توصل للجمهور. وإنه قال في أحد اللقاءات إن هو مش هيعمل حاجة إلا وهو حبيبها وحاسسها وداخل قلبه،
عشان لازم يكون بيستمتع بيها وهو بيشتغلها، علشان بالتالي الجمهور هو كمان يستمتع بيها ويحس بالطاقة بتاعتها. ومن هنا جه قراره انه يشتغل سينما اكتر، لانه بيستمتع بيها وبيحبها وبيلاقي نفسه قدام كاميرتها. وده اللي قلته لكم في البداية وفي المقدمة، لان الناس بعدها افتكرت ان هو اعتزل الدراما او اعتزل الشغل الاعمال التلفزيونية، لانه كان بيعتذر كتير عنها وكان موجه وقته وموجه مجهوده اكتر للسينما. وهنلاحظ ان من بعد السنتين دول، سنة 2008 و2009 واللي هما كانوا تاني محطة فارقة في تاريخه وفي مسيرته بعد محطة 2005 جاي في السريع، ان اتجاهاته وادواره واختياره ليها اختلف، وانه بقى ياخد ادوار مختلفة جدا. فمثلا في سنة 2010 بجانب فيلم لا تراجع ولا استسلام، فيلم الكوميدي الشهير اللي كلنا بنحبه، هو كمان قدم لنا فيلم من اهم الافلام في السينما واللي ناقشت قضية من اهم القضايا اللي بيتعاني منها المرأة في المجتمع. هو فيلم 678 اللي كان من اخراج محمد دياب وبطولة نيلي كريم وبشرى، لدرجة ان اشادت بيه لجنة تحكيم مهرجان شيكاغو لسنة 2011، وقالت ان هو فنان وممثل صاحب حضور قوي بيدفعنا ان احنا نشوفه ونتابعه في كل مشهد من غير اي ملل. كمان خد جايزة افضل ممثل من مهرجان دبي. بعدها بسنة وفي سنة 2011 شارك بفيلم اسماء مع النجمة هند صبري عشان ياخد في نوفمبر 2011 جايزة افضل ممثل من مهرجان ابو ظبي، وكمان جايزة افضل ممثل من مهرجان افلام السلام بهوليود. وفي سنة 2012 شارك في فيلم من أهم الأفلام التراجيدية في تاريخ السينما المصرية، وهو فيلم ساعة ونص، عشان برضو يكون دور مختلف. وهنا هنلاحظ إنه من أول السنتين اللي احنا اتكلمنا عنهم إن هو فيه اختيارات مختلفة، بدأ ينوع في أدواره، بدل ما هو كان بس ركز في الناحية الكوميدية أو إن هو يقدم لنا أدوار لايت وخفيفة، بدأ يقدم لنا أدوار تراجيدية ممكن تعيطنا، ممكن نتأثر معاها ونتعاطف معاها كمان. بعدها في سنة 2016 شارك في فيلم هيبتا ودوره الشهير اللي علق معانا كلنا وحبيناه جدا جدا. في 2017 شارك في فيلم الشيخ جاكسون والأصليين مع المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد. بعدها في 2018 شارك في فيلم طلق صناعي وفيلم تراب الماس برضو مع المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، ودي ممكن تعتبر من المحطات المهمة جدا. ممكن نقول ان المخرج مروان حامد ما كانش بس هو المحطة المهمة في تاريخ ماجد الكدواني، لانه كمان اشتغل في بدايته مع المخرج حسين كمال في مسلسل نحن لا نزرع الشوك، ووصفها ماجد الكدواني ووصف التجربة مع حسين كمال وقال انها كانت فرصة عمره. وكمان اشتغل مع المخرجة ساندرا نشأت في فيلم الرهينة، والمخرج الكبير الراحل محمد خان في فيلم قبل زحمة الصيف، واللي وصف فيها التجربة وقال انها كانت تجربة مهمة جدا في السي في بتاعه، لانه واقف قدام مخرج كبير بيديله ملحوظات، المخرج اللي كان بيشتغل مع نجوم كبار زي ميرفت امين واحمد زكي وزوجة رجل مهم وافلام مهمة وكبيرة في تاريخ السينما المصرية. شخصية محبوبة، الناس كلها بتحبه. ايوه بالظبط كده، النجم ماجد الكدواني هو شخصية محبوبة جدا، الناس كلها بتحبه، الناس كلها بتحب ظهوره، بتحب تتفرج عليه في اي فيلم واي عمل. اسمه لوحده كفاية انه يقول انه العمل ده هيكون عمل مختلف ومهم. نرجع تاني ونتكلم عن اعماله. بعد النجاحات وبعد الادوار المختلفة اللي هو بدأ ياخدها، بدأ ورجع تاني ان هو ياخد ادوار بطولة، او بدأ ان هو ياخد ادوار اكبر، ويرجع تاني لفكرة انه ياخد بطولة، زي فيلم فضل ونعمة اللي قدمه في 2022 ببطولة مشتركة مع النجمة هند صبري، وموضوع عائلي المسلسل اللي من بطولته واخد 3 أجزاء. كمان فيلم بره المنهج سنة 2021، وفيلم مش أنا مع النجم تامر حسني. كمان فيلم وقفة رجالة في دور شهدي، وهو فيلم كان بطولة جماعية بينه وبين النجم بيومي فؤاد وسيد رجب وشريف الدسوقي وأمينة خليل ومحمد سلام. ودلوقتي بعد ما اتكلمنا عن ماجد الكدواني في عيد ميلاده وعن أبرز أدواره وأهمها وأقربها لقلوبنا، أقدر أقول لكم بهيج طير انت. كنت معاكم لجين أشرف في سيلفر توكس، واستنوا السبت اللي جاي حلقة جديدة وتوبيك مختلف، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم.